في الجو ده بقى محتاجين حلا بارد يرطب على القلب، وفي نفس الوقت مش عايزين نشغل الفرن ولا نقف في المطبخ كتير. يبقى مفيش قدامك احلى من التشيز كيك على البارد. وفي نفس الوقت مش لازم يكون عندك قوالب التشيز كيك عشان تعمليها. في فيديو النهارده هقولك على ابسط واسهل طريقه تعملي بيها التشيز كيك. من كتر سهولتها وبساطتها هتقومي على طول بعد الفيديو ده تحضريها. ولو عجبتك وصفة النهاردة ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. وخدي لك جولة في الصفحة، أكيد هتلاقي وصفات حلوة كتير هتعجبك وبإذن الله تعجب الولاد. ويلا نسمي بالله ونشوف عملت ايه. جبت بسكوت من الشاي العادي الطعم اللي بتحبيه. هفرمه في الكبة عليه 3-4 معالق كبار من السمنة أو الزبدة السايحة. الكمية على حسب القالب اللي هتستخدميه، أنا استخدمت 350 جرام من البسكوت. للطبقة التانية حطيت كوباية من الكريم شانتيه، عليها معلقتين كبار من الباتسير البودر، عليها ربع كوباية من السكر البودرة، ومعلقتين من اللبن البودرة. حطيت كمان 3 معالق كبيرة كده من الجبنة الكريمي، وممكن تستغني عنهم بالجبنة المثلثات. أنا حطيت 3 معالق كبيرة من الجبنة الكريمي بطعم القشطة. كمان حطيت ربع كوباية من السكر البودر وكوباية ونص من اللبن. ضربتهم كويس جدا على أعلى سرعة لحد ما ياخد معاكي القوام دوت. بصي اللي هو بنقوله عليه منقار البطه دوت. يبقى كده وصلتي للقوام المطلوب. جبت بار من الشوكولاته اللي هو ال 200 جرام، سيحتهم، ولازم اخد كده معلقتين من الكريمه هضيفهم على الشوكولاته عشان ما تخرجش معايا. هقلبهم كويس جدا وبعد كده بضيفهم على الكريمه. الخطوه دي مهمه، بتديها طعم حلو قوي للكريمه، كمان بتحافظ على التماسك بتاعها. بتخلي قوامها حلو جدا ومتماسك. كمان جبت واحدة كده من المانجا، قطعتها مكعبات صغيرة زي ما شفتي، ضفتها للكريمة بتدي طعم حلو جدا. بحسها احلى كمان ما احط عصير مانجا او بيوريه مانجا. المانجا ومتقطعه كده بتبقى حلو جدا. جبت القوالب اللي هشتغل فيها ايا ما كان القوالب بتاعتي. دي نفس قوالب التشيز كيك اللي بنشتروها من بره من اعلى البراندات. وعلى فكره القوالب ديت رخيصه جدا، سعرها بسيط قوي. تقدري تشتريها من اي محل بتاع لوازم حلويات. هفرد الطبقة الأولى من البسكوت ولازم أضغط عليها كويس جدا في كل القوالب اللي بشتغل فيها. ممكن أي قالب عندك سواء اللي بيتفتح أو صينية بايركس أو صينية عادية، اشتغلي باللي موجود وبالأدوات اللي متوفرة عندك. تاني حاجة بعد أما أضغط البسكوت هبتدي أضيف بقى طبقة الكريمة زي ما شفتي كده، وهسويها وهظبط اي حاجه متشاله فيها. انا ما حبيتش استخدم كيس حلواني عشان احنا اتفقنا ان احنا هنستخدم الادوات المتوفره عندنا في كل بيت، فعملتها بالمعلقه. لكن طبعا لو عندك كيس حلواني هيبقى اسهل. هنا عندي كوبايتين من بيوريه المانجا. يعني ايه بيوريه مانجا؟ يعني انا جبت عملت عصير مانجا من غير ولا نقطه ميه، ضربته في الخلاط. ومعايا هنا معلقتين من الجيلاتين، وعليهم معلقتين 3 كده من الميه المغليه، ولازم تكون مغليه. دوبت الجيلاتين وضفته على المانجا بتاعتي، ودي الطبقه الثالثه. وممكن كمان نزين بشوكولاته، ده بديل نوتيلا. حطيت عليه، ما خدت معلقتين كبار من بديل النوتيلا، عليهم معلقتين من الزيت، قلبتهم كويس جدا مع بعض هتوصلي للقوام الحلو ده. وفي الوقت دوت ممكن تحطي القوالب بتاعتك 10 دقايق تمسك كده في التلاجة، وبعد كده هتبتدي تحطي الطبقه الثالثه بتاعت المانجا. ممكن طبعا تستخدمي جيلي مانجا لو متوفر عندك. بس بصراحه البيوريه المانجا لما تعمليه طازه كده بيبقى حلو جدا وبيبقى احلى كمان من الجيلي. وبعد كده ابتديت اشكل بقى واحده بالشوكولاته واحده بالبلوبيري. اي صوص عندك عايزه تستخدميه استخدميه. كان فايض عندي كده معلقه من الشوكولاته البيضاء، زينت بيها على الوش كده. التشكيل بقى زي ما تحبي وزي ما انت عايزه. دخلتها التلاجة ساعة كده، غلفتهم وقفلتهم. وعلى فكرة ممكن بيتباعوا كده، لو انت عايزة تعملي بيهم مشروع وتبيعي منه. بتتباع بالواحدة والله. يعني اتحداكي طعمها هيطلع احلى من اشهر البراندات اللي بتاكليها بره. طعمه حلو جدا، طعمه مميز. لو جربتيها بطريقتي اكيد مش هتبطلي تعمليه بنفس الطريقة. يلا قوموا بقى جربوها، ومستنية رأيكم في الكومنتات. ولايك وشير لو عجبتكم وصفة النهاردة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.